وكله عم بيأمل ببكرة انه يكون احسن. السوريين كلهم اجمعين، كلهم عم بيرفضوا هذا الواقع، كلهم بكل اطيافهم، بكل تكوينهم الطائفي، كله مستغرب ماذا يجري في سوريا. في اشاره استفهام كبيره. انا هون عندي اصدقاء من كل الطوائف، انه ليش هيك عم بصير؟ مين المسؤول؟ امتى رح ترجع سوريا مثل ما كانت؟ طول عمرنا عايشين بمكان لا نعرف هذه التفرقة يعني ما بين من أنت ومن أنا يعني. أوكي، موجود، هذا كان دائما. هلا نحن بشرط غير صحي، غير معروف يعني. أنا بعتقد إنه نحن هلا بحالة انتقال، أوكي، ببرزخ في المنتصف، من حالة سيئة كانت فيها ليس فيها حرية ولا فيها كرامة ولا فيها حقوق للإنسان ولا فيها تداول السلطة ولا آخره. والآن الأمل أن نعبر إلى سوريا فيها كل هؤلاء. الممر أكيد ما حد رح يقدر يحط لنا إياه غير نحن السوريين. شروطه معروفة، مخاوفه معروفة، ألغامه كتيرة، ولكن هذا ممرنا. شوي شوي نغلط، نرجع منوقف، نطلع براته، نرجع نجي عليه. ما نضحك على حالنا ونقبل أشياء ما بدنا نقبلها، وبنفس الوقت ما نكبر الأشياء أكتر ما لازم تكبر. الهدف واحد، سوريا للكل، فيها حرية، فيها كرامة، فيها انتعاش اقتصادي، فيها كل سوري يقدر يرجع يلاقي بلده ناطرته مثل ما هو كل الوقت حاططها بقلبه وين ما كان بأي مكان.